تخيل معايا الماتش سالا السنغال هزات الكاس واللعابه احتفلوا. ولكن دابا جريدة لوموند خرجت بتقارير سريه كتقول باللي الفائز ماشي هو اللي ماركا البيت في التيران. واش يمكن المغرب يربح الكاس ب 3-0 وهو خاسر في الماتش؟ والسنغال كتهضر على اكبر سرقه اداريه في التاريخ. اشنو وقع في ديك 10 ديال الدقائق ديال الفوضى اللي دارت السنغال في الرباط؟ وعلاش الكاف قلبت الفيستا؟ هادشي ماشي غير كرة، هادي حرب قانونية غتغير وجه القارة. نرجعوا لنهار 18 يناير 2025 ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. الجو كان مشحون، الشتا خيط من السماء والتوتر واصل العظم. السنغال كانت ماركات بيت والغى الحكم، وفي اللحظات الاخيره الحكم كيعطي بيلانتي للمغرب. هنا ناضت القيامه، واللعابه ديال السنغال ما تقبلوش القرار وداروا حركه خطيره، انسحبوا من التيران. الماتش وقف 10 ديال الدقائق، 10 ديال الدقائق ديال السيبه الرياضيه. من بعد رجعوا كملوا، ضاع البيلانتي والسنغال ربحت في الاخير في البرولونغاسيون. الفرحه كانت سنغاليه في التيران، ولكن في المكاتب ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت خدامه استراتيجيه اخرى. فوزي لقجع والفرقه ديالو ما سكتوش وحطوا جوج شكايات للفيفا والكاف. علاش؟ حيت القانون قانون. وهنا جات الصدمه اللي زلزلات الكاف. يوم 17 مارس، يعني شهرين من بعد الماتش، اللجنه ديال الاستئناف في الكاف خرجت بقرار تاريخي. السنغال كتعتبر خاسره ب 3-0. علاش؟ حيت حسب القانون ديال الكاف اي فرقه كتنسحب من التيران بلا اذن الحكم خاصها تعاقب بالخساره. السنغال قالوا حنا غير احتجينا ورجعنا، ولكن التقارير الخمسه السريه اللي شافتهم لو موند كتقول باللي داك الانسحاب كان عمدي وهرس الريتم ديال الماتش. تخيلوا معايا الكاف دابا في حيصه بيص، لكن كتقول المغرب بطل ولجان اخرى خايفه من الفوضى. والسنغال دابا مشات للطاس في لوزان وكتسمي هادشي براكاج اداري مفضوح. ولكن خلينا نشوفوا هادشي من زاويه اخرى. المغرب استثمر الملايير باش ينظم احسن كان في التاريخ، واكيد كان احسن كان في التاريخ. الملاعب، البنيه التحتيه والماركتينغ. اي نقطه سوداء في الفينال كتقيس الصوره ديال البلاد وديال القاره كامله قدام المستثمرين والفيفا. اقتصاديا اللقب ماشي غير كاس مذهب، هو عقود اشهاريه، قيمه سوقيه ديال اللعابه اللي غتطلع، ومكانه سياسيه رياضيه كتحطك في القمه. هذا الصراع القانوني كيبين باللي القوه الناعمه في الكره دابا ما بقاتش غير في الرجلين، بل في الدوسيات والقدره على الدفاع على الحقوق بالقانون الدولي. دابا الكره عند الطاس. واش غتأيد قرار الكاف ونشوفوا النجمه الثانيه ان شاء الله في قميص الاسود بقرار اداري، ولا غتعتبر باللي داكشي اللي وقع في التيران هو اللي كيتحسب؟ المغرب كيطالب بحقه حيت القانون واضح، والسنغال كتشوف باللي البطل كيتوج في التيران ماشي في المكاتب. نتوما اشنو بان لكم؟ واش كتفضلوا المغرب يدي الكاس بالقانون حيت السنغال خرجات على النص، ولا كتشوفوا باللي الكره خاصها تبقى بعيده على الدوسيات والوراق؟ في الختام يبقى النقاش مفتوح والرأي مسؤولية والمعلومة أمانة. نترك لكم مساحة التعليق وإبداء الرأي باحترام. وإذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والتفاعل، لأن متابعتكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كيعاون ربي.